متابعي قناة صدى الأخبار 24، أهلا بكم. خبر صار للمغاربة، نعم إنه صار، نحن لا نمزح. وكما توقعنا من قبل على قناتنا صدى الأخبار 24، فوفقا لتقارير إعلامية فإن إبراهيم دياز وافق مبدئيا على تمثيل المنتخب الوطني المغربي، وبهذا قد يكون مسلسل إبراهيم دياز قد انتهى، وزف الخبر السعيد للمغاربة جميعا. من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر أن اللقاء الأخير الذي جمع بين دياز ووليد الركراكي كان مسؤولا عن تحويل وجهة إبراهيم دياز رغم إغراءات وضغوطات المنتخب الإسباني. وأكدت المصادر ذاتها أن دياز سيكون له دورا أساسيا وفعالا في كتيبة الركراكي وإلى جانب رفقاء حكيمي. وحسب نشطاء كتر فإن إبراهيم دياز أخبر أقرباءه أنه يحب المغرب منذ صغره، وأن الأجواء العائلية التي تسود المنتخب المغربي ألهمته كثيرا، لذلك قرر أن يعلن تلبية نداء وليد الركراكي والانضمام إلى ترسانة المنتخب الوطني المغربي. ختاما، ترقبوا الإعلان الرسمي عن انضمام دياز للمنتخب الوطني المغربي، وإذا أسرك هذا الخبر السعيد فلا تتردد في الانضمام إلى قناة صدى الأخبار 24. إلى اللقاء.